قبل ما نبدا نتكلم على حته الخصخصه بتاعت النادي الاهلي او فرقه الكوره بمعنى اصح، كنت ذكرت في ضمن كلامك وقلت ان النادي الاهلي بيطلع للمنتخبات او بيفرغ للمنتخبات لعيبه كتير قوي، وفي نفس الوقت النادي الاهلي الدخل بتاعه اللي بيخش له من الكوره. هل الدوله هنا متمثله في المجلس القومي للرياضه ما بتساهمش باي مساهمات بالنسبه للفرق اللي انت بتصرف عليها دي على طول؟ طب ازاي يا كابتن؟ احنا ما بناخدش دعم من المجلس القومي للرياضه. ليه؟ مفيش دعم. انت بتعمل منتخبات. هي مش موضوع منتخبات، موضوع ان انت عندك زي ما قلت 19 فريق، عندك منشآت رياضيه عشان الفرق دي تتمرن بملايين كتيره، عندك مصروفات أجهزة فنية وإدارية وانتقالات ومرتبات لعيبة وأجور وخلافه، عندك تكلفة البطولة اللي أنت بتلعب فيها تكسبها كويس لما تكسب بطولات، وعندك عناصر كثيرة جدا. يعني زي ما بقول المنشآت الرياضية مثلا النادي الأهلي احنا بنخرج بره اخر ارقام ان لم تخن الذاكره حوالي 5 مليون جنيه ايجارات وتكاليف عشان نخلي الفرق دي تتدرب، عشان احنا ما عندناش الملاعب الكافيه اللي موجوده داخل النادي. فتخيل بقى النادي الاهلي اللي احنا بنعتبره ده اكبر نادي في مصر وقلعه رياضيه ما عندوش هذه الامكانيات عشان يقدر يغطي هذه الالتزامات. احنا بنخسر 32 مليون جنيه في الميزانيه الاخيره، يعني مش حكايه بقى خساره 32 مليون مصروفات، لا المنشآت دي تكلفتها قد ايه بتتحسب. لان احنا مثلا اخر حاجه عملناها صاله المغطاه في النادي الاهلي كويس، بقى عندنا صالتين نعم لانه جنب بعض كويس، فدي تكلفتها بتبقى مبالغ كبيره جدا. يعني انا فاكر الاولانيه كانت مثلا بحوالي 20 ولا 22 مليون جنيه من كام سنه. نعم. فانت بتدفع مبالغ كبيره عشان تخلي اللعيبه دي تتمرن وتخلي اللعيبه ديت عندها بطوله ومدربين ومفيش مقابل. ده اللي انا بقوله، ده اللي بيأخرنا في الرياضه. موضوع الرياضه دوت موضوع بقى دوله او سياسه. انت ما كنتش مع المهندس حسن صالح في الموضوع ده يا كابتن حسن؟ لا فتحناه. وكان رده ايه؟ مفيش حل. ملاش حل. يعني انت لو جيت شلت ايديك دلوقتي وشلت مثلا 4 5 فرق. لا ان احنا نبطل كده هو. احنا اتكلمنا مع المهندس حسن صقر في قعده كان مجلس الاداره مع المجلس القومي، يا جماعه احنا عندنا المشاكل ديت موجوده، بس الكلام ده يمكن اول ما جه المهندس حسن يمكن من 2 سنين. كويس وقلنا لهم وكان معانا ارقام وبيانات ازاي مصاريف ال 19 فريق ديت، وازاي احنا يعني مش هنتقدم في الرياضه، لان يعني احنا ما عندناش امكانيات تخلينا نتقدم في الرياضه. فلازم في اي لعبه من الالعاب ديت لازم ان احنا نوفر المبالغ اللي تقدر تخلينا نخلي اللعبه دي متقدمه. المبالغ دي ايه؟ عباره عن منشآت رياضيه، عباره عن مدربين على درجه عاليه من الكفاءه، واذا كان في تثقيف يتثقفوا صح، اذا كان في مدربين اجانب او في تدريب لهم او تعليم لهم خارج البلد. لازم يروحوا ويتعلموا، ولازم يبقى عندنا مثلا كرة الطايرة ديت. انت مش عارف انا كم نادي مشارك في كرة الطايرة، لكن مثلا معلوماتي يمكن عن الهاند بول مثلا في المانيا في 1,200,000 لاعب بيشارك. هنا اعتقد اخر احصائيه حاجه 20,000 28 ولا 29,000 واحد بيشارك ان لم تخن الذاكره. يمكن الكلام ده يمكن عدى عليه 2 ولا سنه ولا حاجه زي كده، لكن انت لازم تحط ازاي تعمل رياضه في البلد. هتقدر تكمل على الكلام ده يا كابتن حسن؟ مين اللي يكمل؟ النادي الاهلي يقدر يكمل على الالعاب دي؟ انت بتقول لي خسرت 32 مليون جنيه سنويا بسبب الكلام ده. بنكمل بقى 20 سنه، عشان كده مش بنتقدم. انت عشان كده لما تيجي تقول لي انا هوصل في لعبه من الالعاب للمستوى العالمي، حاجات فرديه بقى، يعني الهاند بول تاخد لها وقت. يمكن وجود الكابتن حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي عشان ما يزعلش الدكتور حسن كويس. حسن صديق طبعا ليا جدا.
نتيجه يمكن وجوده هو خلى فتره من الفترات في احتكاك وفي سفر. كان احسن مدرب في العالم عندنا طور كره اليد في مصر عندنا في مصر. طب وبعد كده وصل ليه حسن مصطفى؟ ما وصلش حاجه برضه. كويس. ما احنا برضه لان ما فيش الامكانيات في رايي الشخصي، ما فيش الامكانيات كويس اللي هي تؤهله كلاعب بقى ان هي تبقى في لعبه اسمها كره يد، اللي زي ما انا بقول في كم واحد بيمارس كره يد في كم نادي. يعني المفروض ان احنا يبقى عندنا في كل مركز في كل قريه في نادي هاندبول، في لعيبه بتلعب هاندبول، في مدرب لهم مثقف، في اداري. الدكتور حسن مصطفى كان عامل كده، كان عامل محافظات بيخصص مثلا الصعيد او قبلي. الصعيد وقبلي كان 23 محافظه. ما هي دي المشكله. لازم في كل مركز يبقى فيه نادي بيلعب اللعبه دي عشان يبقى عندنا رياضه. احنا بنرسم على مستوى المحل يا كابتن. انا في رايي على المنطقه العربيه وافريقيا هو ده المنافسات، لكن ممكن بقى العاب فرديه توصل عالميه. ممكن نادي بفتره من الفترات يوصل للعالميه، ما قلتش لا، بس مش بتبني رياضه. نعم يعني مش بتبني رياضه. طيب احنا معانا صديق عمرك وكنا لسه بنتكلم دلوقتي، معانا الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد. اهلا بيك يا دكتور حسن. انا كنت مستقبل بس احسن. اخبارك ايه يا دكتور؟ الحمد لله ربنا يخليك. مبروك رئاسة الاتحاد الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وده حاجة شرف لكل مصري وكل عربي وكل افريقي. ربنا يخليك بقى. دلوقتي الكابتن حسن حمدي موجود معانا وبنتكلم على كرة اليد. مثلا من الاسباب اللي طور كرة اليد في مصر كان الدكتور حسن مصطفى، ودي شهادة ما حدش يقدر ينكرها. لكن احنا شايفين يا دكتور حسن ان الرياضة زي ما قال الكابتن حسن مش واخده العالميه، او مفيش الامكانيات اللي توصلنا للعالميه. انت من وجهه نظرك بس قبل ما تسلم الاول على الكابتن حسن وترد لنا على الكلام ده. طيب ماشي. مساء الخير يا كابتن حسن. مساء الخير يا كابتن حسن، ازيك؟ الحمد لله ربنا يخليك. اخر مره شفته امتى يا دكتور حسن؟ امبارح بالليل، يعني جايبوني النهارده. النهارده الصبح. النهارده الصبح. النهارده الصبح. امبارح بالليل والنهارده الصبح. ايه راي حضرتك يا دكتور من الوصول للعالميه؟ هل بالاسلوب اللي احنا ماشيين بيه في مصر حاليا ده ممكن يوصلنا للعالميه؟ لا تتكلم عموما يعني. لا يعني هو طبعا العالميه يعني ليها يعني مفردات وليها يعني نظام المفروض يعني احنا بعيد عنه الى حد ما. احنا طبعا وصلنا للعالمية في اي لعبة او اي لاعب او اي لعبة للأسف بتيجي بالاجتهادات وليس بالتخطيط. بالصدفة ممكن يا دكتور؟ لا ما بقول لك باجتهادات، يعني ده يعني مش عملية مخططة، ودي عملية بتطلع يعني تعتمد على الحظ يا كابتن مصطفى. نعم. لكن مش تخطيط. المفروض زي ما حضرتك عارف انت راجل تربيه رياضيه وفاهم، لازم يبقى في سيستم معمول، في خطه موضوعه. الخطه دي ما تبقاش بكره ولا بعده، ولا خطط بتبقى موضوعه طويله الاجل، وفي خطط متوسطه الاجل، وفي خطط قصيره الاجل. والمفروض ان انت بتعدي على كل مرحله من هذه المراحل ويبقى في نوع من يقولوا عليه الايفالويشن او التقييم للشغل اللي انت بتعمله. يعني ده ما احنا دي الحاجة الثانية طبعا احنا التخطيط مبني على الاسلوب العلمي. نعم. احنا بعيدين عن الاسلوب العلمي، وبعدين يعني قليل من الناس المدربين او المخططين، سواء مخططين احمال او مخططين التكتيك او التكنيك او الاخره. يعني ما فيش اطلاع كبير او ما فيش يعني استخدام الاسلوب العلمي في الاعداد للفرق بتاعتنا. ويعني الموضوع بتبقى فيه زي ما بقول لحضرتك عشوائيه. نعم. يعني احنا ارجو ان احنا يعني نعيد تقييم نفسينا ويبقى فيه خطط. وبعدين مشكلة برضه الرياضة في مصر ان احنا يعني
لما بنشوف فرق صغيره او اتحادات صغيره او دول صغيره بتعمل